الإعلان التكميلي لمشروع سكن مصر، سكن لكل المصريين 3. الطرح التكميلي اللي هو نازل دلوقتي ده عبارة عن وحدات 90 متر، 3 غرف وصالة، ومنقسمة إلى شقين. وحدات جاهزة للتسليم بنفس الشروط وأسعار الإعلان الأصلي، ودي للناس اللي هم كانوا بره الأولوية وما سحبوش من مقدم الحجز بتاعهم وما تخصصش ليهم شقة قبل كده. بيدفعوا رسوم تحويل تقريبا 35 جنيه، وبياخدوا بنفس السعر القديم اللي كانت معمولة عليه الوحدات اللي كانت ب164,000 و207,000. والشق التاني هي الوحدات اللي هي هتتسلم في خلال 36 شهر، دي سعرها أعلى شوية، فأنت بتكمل المقدم 6000 جنيه في أي مكتب بريد، وبتدفع 35 جنيه، وبتدفع دفعات ربع سنوية كل 3 شهور من وقت غلق الإعلان في شهر يناير. والوحدات دي الأسعار بتاعتها هي 500,000 جنيه لحد 530,000 جنيه. بالنسبة للناس اللي هم كانوا خارج الأولوية ممكن ياخدوا الشقق بتاعتهم، مثلا لو في القاهرة الكبرى هتبقى في أكتوبر، لو في الفيوم هتبقى في الفيوم الجديدة، لو في بني سويف هتبقى أمام الشونة وقرية سوتس، ولو في القليوبية هتبقى في الخنكة، وبتاع القليوبية هيبقى في العبور الجديدة، وبتاع أسيوط هيبقى في مركز أسيوط الغنايم، وفي سوهاج هيبقى في الكوثر وجهينة، وفي الشرقية هيبقى في صان الحجر، وفي البحيرة هيبقى في دمنهور، والشرقية هيبقى في العاشر من رمضان. الإعلان ده المفروض إن هو فتح بالفعل وهينتهي في يوم 4 يناير. فلو أنت كنت مقدم والشقة مش عاجباك ممكن تحول. ولو أنت كنت مقدم في إعلان سكن لكل المصريين 3 وما استفدتش وكنت خارج الأولوية أو تم رفضك وما سحبتش المقدمة بتاعتك أو المبلغ اللي أنت دفعته كمقدم، ممكن بالإيصال بتاعك تقدر إن أنت تقدم تاني وتستفيد بشقة.